الدنيا مش سيئة، لكن الغلطة إننا بنحطها في القلب بدل ما نحطها في إيدينا. خد منها رزقك، بس ما تخليش رزقك ياخدك من ربنا. واشتغل وانجح، بس خليك دايما شايف الطريق اللي بعد آخر نفس، لأن الموت مش نهاية، الموت بداية رحلة جديدة، واللي بيزرعه الإنسان هنا بيحصده هناك. فابدأ من النهاردة خطوة صغيرة لله، ركعة بخشوع، صدقة خفية، توبة صادقة. يمكن تكون الخطوة دي سبب نجاتك يوم ما تقف بين ايدين ربنا. وافتكر دايما وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. خلي الآية دي دايما قدامك علشان ما تغرقش في زينة مؤقتة وتنسى النعيم الأبدي. خد من الدنيا ما يعينك على الآخرة، لأن في يوم مش هيفضل فيه غير عملك، وساعتها بس هتعرف إن كل ثانية قربت فيها من ربنا سبحانه وتعالى كانت أغلى من الدنيا كلها.